انا ابني عنده سمنه مفرطه وعايز اعمل له عمليه سمنه. ايه السن المناسب اللي ممكن نعمل فيه جراحات السمنه في الاطفال؟ طبعا السن المناسب بيبدا من سن 10 ل 11 سنه، وطبعا احنا بنفضل في الاطفال عمليه التكميم، ومش بنفضل تماما عمليه تحويل المسار، لان عمليه تحويل المسار بتاثر على نمو الطفل وبتعمل لنا نقص في الفيتامينز ومستوى الفيتامينات عموما في الجسم، ممكن تاثر على نمو الطفل في المستقبل. وبالتالي عمليه تكميم المعده هي العمليه المفضله بالنسبه لجراحات السمنه في الاطفال، وتكون نتائجها كويسه جدا لانها بتمنع حدوث اي امراض للطفل في المستقبل، كمان بتحسن من الحاله النفسيه وبتمنع حالات التنمر اللي بيتعرض ليها الطفل اثناء الدراسه. فاحنا بننصح كل اب وكل ام عندهم طفل عنده سمنه مفرطه ان هو ما يترددش ان هو يعمل له جراحات سمنه، وهي امنه تماما في الاطفال، وبيبقى فتره النقاهه فيهم سريعه جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.